لما يهل علينا رمضان بياخدنا الحنين لأيام زمان، للمة العيلة في ليالي الشهر الكريم، ولصحبة رفقك في صلاة التراويح. زمان كنا نشوف كل البيوت اللي في الشارع بتلم فلوس الزينة من نص شهر شعبان، وكل البيوت بتفتح بيبانها علشان شباب المنطقة يطلعوا يعلقوا الزينة والفوانيس. حتى جيراننا المسيحيين كانوا كل سنة بيشاركوا معانا ويعلقوا الزينة بينا وبين بلكوناتهم. كنا نشوف أمهاتنا قبل رمضان بيشقلبوا كيان البيت، لازم طبعا تنظيفة رمضان المحترمة، ولازم تشتري الفانوس الصاج الكبير اللي قرب يبقى طولنا وتحطه جوه الشقة وبره البلكونة، وتجيب لنا كلنا فوانيس وتعلق زينة في البيت كله. ولازم البيت يتملي خير، إشي كنافة وإشي قطايف وقمر الدين وصوبيا ومكسرات. وشنط رمضان كانت بتتملي بالخير كله وتتوزع على المحتاجين، وكنا بنجهزها بإيدينا ونوزعها بإيدينا بكل حب، ونسمع دعوات طالعة من القلب بجد تنسينا تعب الصيام. وليلة الرؤية كانت تتجمع العيلة كلها قدام التلفزيون بعد صلاة العشاء علشان يسمعوا ميعاد الصيام. ويا سلام على فرحتنا لما المفتي يقول إن غدا هو أول أيام شهر رمضان. كنا نقوم كلنا نحضن بعض ونجري على الشوارع نشتري الزبادي البلدي وفول السحور والعيش السخن من الفرن. كنا نسمع في كل البيوت أغنية أهو جه يا ولاد ورمضان جانا، صدى صوت نفس الأغاني طالع من كل البيوت في نفس الوقت، لدرجة إن جسمك كله كان لازم يقشعر من الفرحة. أما طبلة المسحراتي فكنا حافظين ميعادها، ويا سلام بقى لو يناديك باسمك عشان متوصي عليك من قبل الشهر ما يبدأ. والسحور كنا بنصحاله من غير منبه، وكتير كنا بنطبق من كتر الفرحة ونمثل إننا نايمين في السرير. كنا نصحى على ريحة أحلى طبق فول وبيض مقلي وجبنة بالطماطم وبطاطس محمرة، وتسمع من المنور إذاعة القرآن الكريم شغالة في كل الشقق وقت السحور. عمرنا ما هننسى حلقات الشعراوي اللي اتربينا عليها سنة ورا سنة، وقعدته على الكرسي وهو بيفسر القرآن الكريم بمنتهى السهولة. وقبل الفطار كان لازم نفتح القناة الأولى علشان نسمع تواشيح النقشبندي والقرآن بصوت الشيخ محمد رفعت. وأول ما المقرئ يقول صدق الله العظيم بيبقى البيت كله على رجل علشان السفرة تجهز. الله على صوت المدفع اللي كنا بنستناه في التلفزيون، والأذان بصوت الشيخ محمد رفعت كان ليه طعم تاني خالص. ويا سلام على التفانين اللي أمهاتنا بيتحفونا بيها في الفطار، من أول كوباية الخشاف لحد ما بطنك تتملي بالمحمر والمشمر، وفي الآخر تحلي بالكنافة بالمكسرات والقطايف اللي اتحشت من قبلها بشهر استعدادا لرمضان. كنا ناكل واحنا بنتفرج على بكار ورشيدة والكاميرا الخفية لإبراهيم نصر واحنا بنضحك ومبسوطين، وبعدها جري نلبس وننزل علشان نلحق صلاة التراويح. كنت تنزل الشارع تلاقي كل أصحاب عمرك وأهلك وجيرانك ماشيين كتفهم في كتفك، جايبين معاهم تمور يوزعوها وقت الخطبة وبونبون يفرحوا بيه الأطفال. هيفضل رمضان ضيف عزيز على قلوبنا، روحه خفيفة بيجي ويمشي بسرعة، بس هيفضل سايب فينا ذكريات حلوة ما تتنسيش. عندي تدور زينة وأنوار وغنى ومزمر، يلا يا جدعان في ليالي رمضان محسوب علينا بالليل.
المغرب من جانب ويلف عليكم شرباطه والجرفة سمسمها زيادة. وهناك صيد عمره ما جانا لأذان الفجر حيقرانا. نسمع قرآن يهدي الحيران، نسمع قرآن يهدي الحيران. يلا يا بيت عمي ليالي رمضان محسوبة علينا بالليل، محسوبة علينا بالليل. وهناك مدح وموالدية وكمان قلتية من البندر. بيقولوا السيرة النبوية بكلام يا ولاد زي السكر. نشبع من سيرته ونتمتع ونصلي عليه كل ما نسمع. والقلب يبان مليان كرامات، والقلب يبان مليان كرامات. يلا يا بيت عندي ليالي رمضان محسوبة علينا بالليل، محسوبة علينا بالليل. وهناك أرغل على ألحانه نسمع مواويل ما بتنجلش. لا تقول لي كمانجا ولا بيانو وترش الملح ما ينزلش. الحظ هناك يلا معايا رمضان له أول ونهاية. وحرام النوم التلاتين يوم، وحرام النوم التلاتين يوم. يلا يا بيت عندي ليالي رمضان محسوبة علينا بالليل، محسوبة علينا بالليل. كده و30 يوم فرح وبهجة شهر السوق. 30 ليلة 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 و30 يوم فرح وبهجة شهر السوق. طول العام نستنى قدومه وبنحسب ونعد ايام. يا رمضان يا رمضان لما تهل علينا نصومه وينور نور الإسلام. يا رمضان يا رمضان طول العام نستنى قدومه وبنحسب ونعد ايام. يا رمضان يا رمضان لما تهل علينا نصومه وينور نور الإسلام. يا رمضان يا رمضان شهر الإيمان والتوحيد. يا رمضان